السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيديو النهاردة بقى هنعمل ملاية كورنيش من الجنبين، وهقول لك ازاي تحسبها بكل تفاصيلها. وان شاء الله في الفيديوهات الجاية هنعمل ملايات سادة زي ما احنا بنعملها في الدورات ان شاء الله بإذن الله. جايبالي قماش سادة متر ونص، وجايبالي ملاية 4 متر ونص. خلاص يبقى كده 6 متر قماش عشان هتعمل كورنيش من الجنب. ده سرير كبير 160 سم. هعمل السرير كله منقوش، حتى الكورنيش بتاعه قال ما المخده الطويله هتبقى ساده والخداديتين الطويل هيبقى وش ساده ووش منقوش. عندنا السرير 160. انا لازم اقيس القماش بتاعي كله اللي هي جايباه. هي جابت لي القماش لازم اقيسه، لان ممكن وهي بتقطع نست او مثلا قالت له هات 4 هو قطع 3، يبقى لازم انا اقيس قماشي. سواء جايبالي ملايه ملايتين 3 تقيسه كله بالمتر او بالمزوره او بالمتر اللي على ايديك. خلاص كده قبل ما تقصي القماش، عشان لو طلع ناقص تتصل عليها وتقولي مثلا القماش طلع كذا 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 من قبل ما انت تقصي، عشان ما تجيش تقص وتيجي تلاقي الايه القماش قليل. السرير الكبير زي ما احنا اتفقنا يكون 160 سم. قبل ما انا اقص لازم اشوف القماش بتاعي مظبوط ولا لا. اعرف قماشي مظبوط ازاي؟ بحط القماش على الارض، امسح البلاط بتاعي واحط القماش بتاعي على البلاط كده. البلاط فيه خطوط بالطول وخطوط بالعرض. احط الملايه بتاعتي دي على العرض كده او الطول اهو ماشي، ودي تتساوي بالبلاط بس القماش ده مظبوط. طيب انا ما عنديش بلاط، هقوم جايبه كده اهو، واقوم تانيه القماش بتاعي. لازم الخط ده يجي على الخط ده اهو ماشي، واسمي ان هو اشوف كام، اشوف الجزئيه دي كام. الجزئيه دي طلعت لي 40 سم، يبقى دي 40 سم، وتحت لازم تكون ايه 40 سم. طلعت لي 43 يبقى في زياده تحت 3 سم عن اللي فوق. هقيس 160 سم بالمتر او بالمزوره، عشان في ناس كتير ما عندهاش المتر. اهو المتر بتاعي اهو. احنا اتفقنا قلنا كام؟ السرير 160، معنى كده ان انا لازم اقص الحته القماش دي 165، لان انا عندي سنتي خياطه من الجنب ده وسنتي خياطه من الجنب التاني، وعندي يبقى 3 سم مرتاحين عشان الملايه ما يبقاش الكورنيش طالع على الملايه من فوق، وما بزودش اكتر من كده. خلاص كده يبقى ال 160 اهم. هعملهم كام؟ ال 160 واخد 5 سم خياطه، هقيسهم بس وارجع لكم. قولي كده يعني دول حته القماشه دي 165 سم. 160 سرير و5 سم اللي احنا اتفقنا عليهم، اللي احنا قلنا هناخد سم من الجنب ده وسم من الجنب ده للخياطه، وفي يبقى عندي 3 سم مريحين عشان الكورنيش ما يطلعش على السرير من فوق. يعني دي السرير كده انا عايزه الكورنيش يبدا من هنا كده ما يجيش من فوق، فانا باخد ال 3 سم دولت عشان يريحهم السرير. هاتني قماشي كده، وانا اول حاجه بطلعها في السرير بطلع الملايه، وبعد كده المخده الطويله، وبعد كده الخداديتين الصغيرين او زي ما انت بتسميهم التكايتين. بحط قماشي، انا عملت فرض هنا اهو، واقوم مفضاه اهو، واقوم قص. بسم الله. طبعا اول حاجه طالما طلع لي كده الاتنين دول على بعض بالشكل ده اهو، مش محتاجه بقى ان انا احط قماشي على البلاط واقص اهو. طالما طالع لي الاتنين دول على بعض كده وانا نفضت قماشي، يبقى دي هتطلع ايه مستقيم. مفيش بعد ان انا اقص على البلاط. احسن قص للملايات بيبقى على البلاط. انا بصراحه قلت اقصها في البيت، لان انا قصه الملايه اصلا امبارح في الشغل. قصه في الدوره ملايه سرير عادي، ان شاء الله هبقى اصورها لكم ان شاء الله، بس عشان احنا هنتنقل ونروح ديكرنس، بس عشان احنا على الطريق فالصوت بيبقى دوشه قوي. يبقى انا قصيت الملايه بتاعتي، هطبقها. بحب اما اعمل حاجه اطبقها كده واسويها واسيبها على جنب. انا حاجه هقصها، اقص الكورنيش بتاعي. الكورنيش بتاعي هينزل من الجنب ده 50 سم، ومن الجنب التاني 50 سم، او 40 و40 على حسب الزبونه طالبه منك ايه، او على حسب لو انت هتفصليها لنفسك. شوفي انت عايزه قد ايه، 50 من الجنب ده ولا 50 من الجنب ده، وكل حاجه بيبقى معمول حسابها في القص، وهقول لك تحسبيها ازاي في فيديوهات جايه ان شاء الله. يبقى انا هقص
45 سم من الجنب ده و45 سم من الجنب ده، وقايم القماش. لو لقيت ان القماش هيفضل معايا ممكن اخلي 50 من الجنب ده و50 من الجنب التاني. هاخد تقريبا كده متر للمخدتين الصغيرين او 110 واشوف هيفضل معايا قماش قد ايه. يبقى انا عندي فضلت الجزئيه دي كده للايه، للكورنيش، فهقيسهم اشوفهم طالعين قد ايه. تقريبا كده يطلع لي مترين الا 10 او مترين الا 15 سم. هاخد الكورنيش بتاعي 45 سم، ده لو هيصفى على 45 سم يبقى طوله كده. هزود 2 سم خياطه، او ممكن اخد ال 2 سم خياطه من ال 45. شوفي الزبونه او انت حابه ايه. هاخد 45 سم او اخليهم 45 بالظبط بال 2 سم الخياطه، او اخدهم 46. هاخد 46 اهم و46 زيهم، ودولت الاتنين دول هيبقوا ايه، كورنيش واحد من جنب واحد. خلاص كده معناه كده ان انا هاخد واحد على اليمين واحد على الشمال، يبقى هاخد 2 و2. هاخد 45 و45 و45 و45، 4 عروض في 5 كام، في 45. ده على جنب كده هقص 45 سنتي اهو. انا خدت ال 46 او 45 سنتي وحطيتهم على بعض عشان اخد 2 واخد زيهم 2 كمان لو ملاحظين في الفيديو. وارجع تاني. يبقى انا هعمل 4 قطع من الكورنيه. يبقى انا عندي 45 هنا و45 هنا وواحده هنا وواحده هنا، يبقى انا عندي 4 قطع. ماشي. هاخد الاتنين ده همت هيتكشكشوا على واحده بس، يعني 240 و240 هيكشكشوا على 2 متر عشان الكشكشه تبقى ايه، مظبوطه والكشكشه كتير، وهنعملها بالشوكه. هقيس ده اهي، طالعه لي كام؟ طالعه لي 90 سم او 92 سم، عشان قلت لكم انا هاخد سم للخياطه. خلاص كده اعرف ان اذا كانت هي مظبوطه ولا لا. هي مظبوط. هظبطها برده ازاي؟ لو انت او انت خايفه تقصي ان تبقى من هنا 92 ومن هنا مثلا 90 الا او 90، يبقى انا فرق عندي 2 سم، فممكن يعملوا لي الخياطه الكشكشه ايه، حته طالعه وحته نازله. هقيس من هنا طلعت لي 42 سم 92 سم او 90 سم، هاخد ال 90 سم اهمت واقيسهم من هنا، طلعت لي مظبوطه بالملي. هنا 92 وهنا 92، وهو ده اللي انا قلت لك عليه. تحطي القطعتين قماش على بعض كده، اعرفي الخط ده هيطلع مظبوط. لو انت ما عندكيش بلاط، لان انا كنت بشرح امبارح فبقول لهم اعملوا على البلاط، واحده قالت لي انا ما عنديش بلاط اظبطه ازاي. يلا نقص بقى بسم الله. زي ما احنا اتفقنا مره واتنين، انا قلت لك راجعي مره واتنين وتلاته انت هتعملي ايه وتقصي ايه وهيطلع المقاسات مظبوطه ولا لا. خدت القطعه اللي انا قصيتها ده اهي ماشي، واتناها كده اهو، قصاها هي كمان الاتنين على بعض اهو. زي ما احنا اتفقنا ما تستعجليش في القص، القص ما فيش فيه رجوع. واقوم قصه بسم الله. يبقى ده كورنيش لجنب واحد. الجنب التاني برضو عندك اهو، واقوم تانياه. التانية الاتنين اللي هما الكورنيش هعمل دي برضو. عندي ادي قطعتين اهو، 1 2 للجنب اليمين، وعندي قطعتين زيهم. وزي ما قلت لكم القطعتين دول الواحده بس طولها كام؟ بطول عرض الملايه كام؟ 240 سم. يبقى 240 و240 480 سم هيتكشكشوا كلهم 480 على 2 متر اللي هو طول السرير. واسيب من الجنب ده 15 ومن الجنب ده 15. الجنب نهو اللي جنب اللي واحد تحت رجلي وواحد تحت ايه، راسي، عشان لما اجي اتني الملايه ما تكونش مكلكعه. هطبقهم بقى كلهم على بعض. خلاص كده يبقى انا عندي الملايه وعندي الكورنيش بتاعها كده، الملايه كلها كامله. خلاص كده عايزه هي وش المخده الكبير ساده كله. هعمل وش المخده الكبير، هعمل 90 سم اهو، اخبطها بالمقص واقوم انا جايه تانيه من هنا كده، واقوم مفضها مره واتنين. اعرف ازاي هي مظبوطه ولا مش مظبوطه؟ هجيب ال 90 سم اهو ماشي، واقوم جايه من اهو جايه ل 90 سم، واقوم ماده ايدي او مقربه القماش عليا وجايبه ال 90 سم.
ال90 سم جايين لي اهو، جايين لي 91. يبقى في هنا سم زياده. هاجي احط الوش واقفله، هيبقى جنب واسع عن جنب 2 سم. خلاص كده يبقى نرجع ارجع القماش 1 سم، او ممكن يكون التزويد من هنا كده، وفعلا التزويد من هنا. يبقى انا لازم اسوي القماش بتاعي. القماش بتاعي جاي مظبوط، وفيه جاي بورب من هنا كده. خلاص كده، واجي اقص من هنا وش المخده بتاعي. انا قصيتها بالطول مع ان انا هشيل من دي، بس انا كده كده هعمل كورنيش فما يهمنيش لو طلع قصاقيس معايا. هاخد من ده اهي، قصيتها 90 دوران المخد، الدوران بتاع المخده الدوران زي ما احنا اتفقنا هيتنى كده اهو، واكففه ببعض واحده سابقه واحده زي ما انا شرحت في حصص كتير. وهاخد طول المخده 170 سم. ليه 170 سم؟ عشان الراس تبقى متداريه من اليمين ومن الشمال. هو السرير 160، هاخد 2 سم من الجنب ده و2 سم من الجنب ده، ويبقى في عندي طول في المخده 3 سم و3 سم. مش حباهم هاتي وانا اقصها لك تمام، بدل ما تبقى قصيره. وزي ما احنا قلنا احنا ما بنرقعش. انا هاخد 170 سم زي ما احنا اتفقنا، لا بالمزوره لا بالمتر. بالمتر هجيب ال 170 سم كلهم على بعضهم، بالمزوره هاخد متر معايا اهو ماشي اهو، وبعدين ازود 70 سم عشان واحده تيجي تقول لي انا ما عنديش متر. بس هو الافضل لما بتعملي ستاير اشتري لك متر ب 15 جنيه، احسن واسرع وافضل يعني. ال70 سم بتوعي اهو. وانت بتشتري القماش حاولي تاخدي من الراجل 10 سم زياده، عشان لو القماش مش اوفر ما يجيش يقل معاكي. اصبح عندي ده اهو وش المخده الطويل. كل حاجه طبقيه عشان لما تخيطي تبقى اكن مكويه، ما تقعديش تلعبي كده كل حاجه في بعضها. هي بقى طالبه وش مخده ساده ووش مخده منقوش. المخده زي ما احنا اتفقنا الطول بتاعها هعمله لها 80، لان المخده بتاعها بتبقى طويله. احنا المخده اللي احنا بنعملها لو فايبر بعملها 75 في الطول بتاعها كام 55 سم. اما المخده بتاعتها هي هتعوزها 80 في 55، مقاس خاص لها هي. يبقى انا هاخد 55 سم طالعه لي 61. هسوي قماشي، انا هقص الوشين على بعض عشان مش كل وش اقص لوحده. فيه مشبره ولا لا؟ انا حطيته على بعض اهو ونفضته. المشبر من هنا اهو ومن هنا مظبوط، فانا هرجعه قصاد بعضه. دي هسيبها للكشكشه. الوشين زي ما احنا اتفقنا هعمل 80 سم اهو، هعمل من هنا برضو 80 سم عشان اوصل النقطتين ببعض. عارفه ان المارك مش باين بس والله غصب عني. في الطول كام؟ من هنا هعمل 55 سم، يبقى انا هعملها 54 سم زي ما احنا قلنا في حصص كتير. طول المخده او لو انت بتسميها العرض اللي هو ال 55 ده ما بيتغيرش في اي مخده. الطول نفسه بتاع المخده هو اللي بيتغير. يعني مش لازم يكون عندي مسطره، لان ما فيش مسطره ما اعملش. لا طبعا ما توقفيش عند حاجه، اي حاجه عندي. انا بقول لك لو ما عندكيش اعملي بايد المقشه. بس ايد المقشه بتبقى متعبه شويه، لما انت الدوران بيتعبك شويه بتاع الايد نفسها. اما تيجي تسطري زي ما احنا اتفقنا بسطر واشيل ايدي، اسطر واشيل ايدي، اسطر واشيل ايدي عشان ما تجيش كلها على بعضها. واقص بقى مش هرمي اي قصقصه عندي، هسيبها اعمل بقى اي حاجه اوديها لي. خلاص كده يبقى هما دولت الظهرين. هعمل بقى الجيوب اللي هي جوه. الجيوب زي ما احنا اتفقنا الجيوب 25 سم، لا بيقل عن 20 ولا بيزيدوا عن كام؟ عن 25. خلينا نشتغل بالمزور احسن. 25 سم اهو اهو، 25 سم اهو. في كام؟ في 54 زي ما انا عامله المخد.
في 54 سم، واسطر يبقى انا عندي ظهر المخدات الصغيره كده كمل اهو 2 وطول 2 الظهرين. خلاص كده هجيب الوشاش، وهي عايزه الوشاش منقوش. هعمل بقى الوشين بتوعي. حاولي ان انت بدل ما تطلعي قصاقص كتير زي ما احنا اتفقنا قبل كده تطلعيهم حته واحده. دي ما فيش فيها رسمه صريحه فهشتغل اي حاجه عليها ماشي. لو فيها ورده معينه او حاجه بمشي تبع الورد. هحط اهمت بدل بقى معه اقيس ال 80 سم وال 55 سم وكده، لا هجيب اللي انا قصاهم واقوم حطاهم كده اهو، واقوم قص عليه. هسوي قماشه كويس، ممكن اقص على واحده بس عشان ما تلبخش. هساوي من اهو، هقص الجزئيه ديت عشان الحاجات دي ما تغلبنيش وانا بخيط. وكده بقى اصبح عندي وشين المخد. ادي وش وظهر اهو وجاي. خلاص كده اهي، ادي واحده وادي واحده اهي، وادي التانيه اهو، وده الجيب. واحط الاتنين على بعض اهو برباط رفيع خالص، واقوم رابطه دول عشان الجيب لو ضاع وانتي قصيتي القماش دهوت مش هيتفضل لك حاجه. خلاص كده يبقى انا عندي دولت لازم يتلفوا ويتربطوا، وعندي وش المخده الطويل، وعندي الايه الملايه، وده القماش اللي فاضل لي. وبكده بقى فيديو النهارده يكون خلص. لو حابين فيديوهات تاني للملايات اللي هي الفستونات او الكشكشه اكتبوا لي تحت في التعليقات وانا ان شاء الله ارد عليها باذن الله. يلا بقى نبدا ونقول بسم الله. هنبدا بقى ان احنا نخيط. سوي قماشك لازم يكون ملفوف كله ببعضه عشان ما فيش حاجه تضيع منك، وتيجي تبداي الخياطه ما تلاقيش اللي انت كنت قصه اصلا، يعني ممكن تضيع منك حاجه. كده انا بقى افتح بقى الكورنيش وهتنيه من الجنوب واعمله. ابدا ان انا اعمله بالشوكه، حابه ان انت تعملي بايدك بس انا بفضل بالشوكه عشان الشوكه بتديني مقاسات كلها قد بعضها، ما بتدينيش واحده اكبر من واحده. خلاص كده انا بحط الاتنين على بعض. انا في الطقم دوت مش هحاول اسرفل خالص، انا كده كده عندي مكنه السرفله، بس عشان انت لو واحده مبتدئه او عندك المكنه السمراء السنجر العاديه او ان انت عندك مكنه لسه بتبداي مشروعك بمكنه واحده اللي هي المكنه العاديه، ففي الملايات هيكون احسن مشروع ليكي. انا بتني واي حاجه قدامي بقوم مدخلاها جوه التجفيف، بس بقى واحده قبل واحده، واقوم محطه ايدي عليها كده، واقوم منزلاها تحت الدواسه بتاع المكنه، واقوم منزله الابره فيها لحد ما اسويها كده. حابه ان انت تعملي بصبعك اعملي، حابه ان انت تعملي بكزلك، تعملي بشوكه، تعملي باي حاجه تدخلي الخيوط اللي بتبقى طالعه بره الرفي. خلاص كده اهو انا برفي بقى، يعني انا قفلت الاتنين في بعض. انا هعمل عرضين، يعني عرضين القماش وعرضين القماش. عرضين القماش هكشكشهم على مترين واحطهم في الجنب اليمين، وزيهم كشكشه في الجنب الشمال. خلاص كده انا بتني بقى تانية رفيعه خالص. حاولي ان انت ما تشديش قماشك، وحاولي تكوني كده مستريحه وانت بتخيطي عشان ما تستعجليش وتعملي حاجه مش كويسه. خلاص كده قبل ما اعمل الكشكشه لازم ارفي، عشان في بنات عندي في الدوره بيقوموا عاملين الكشكشه وبعدين يرفوا التانية الرفيعه ديت فما بعرفوش يعملوها.
خلاص كده يبقى انا بتني التانية نص سنتي جوا نص سنتي عشان ما تبقاش رافية كبير. هاجي اريحها من فوق بقى من هنا كده ومن تحت، هاجي اريحها من فوق ومن تحت عشان لما جاتني الابره ما تتقطمش مني. انا معلماكم حاجه زي ديت برضو في الدورات اللي فاتت، ان التانية لما اجي اتني حاجه لازم لو عديت على حته متنيه زي اللي انتوا شايفينها الخط اللي على المكنه دوت، لازم اقوم واخده سنه خالص بالمكنه عشان لما اجي ارفي الابره ما تتقطمش. الفيديو ده والله خد معايا تصوير حوالي يجي 4 ايام، لان انا قصيتها في يوم وتاني يوم عملت الكورنيش، وعشان الشغل وكده فما فيش وقت. زي ما انا بوريكم اهيت، لما تيجي تشديها او تيجي تستعمليها في اي حاجه ما بتفكش معاكي خلاص كده، يعني لما بتيجي تغسليها او حاجه او تيجي تفرشيها ما بتتقطعش منك. خلاص كده الرافيه معايا كويسه اهيت. ما تجيش بقى تقفلي لي من الجنب، ما تجيش ترفلي وبعدين تقفلي من الجنب، ما بحبش الشغل ده خالص وبيكون شغل مش نظيف. الكلام لك يا حنان انت وام شريف وسلمى وام زياد وام سعد، ما شاء الله كانوا جايين عندي برضو. الشغل بتاعهم كان كويس وكل حاجة، بس ناقصهم التشطيب الكويس ما شاء الله. بالذات حنان كانت بتحب تعمل الملايات وكل حاجة، بس مشكلتها مش كويسة في التانية، بس ما شاء الله الوقت بقت كويسة ما شاء الله. خلاص كده انا خلصتها اهوت. هبدأ بقى ان انا اعمل بالشوكة. هاتني برضو الجنب التاني، مش تبدأي الاول ان انت تعمليه بالشوكة وبعد كده تبدأي تتني الجنوب وبتتني التانية من تحت، لا انا بحاول ان انا اظبط قماشي كله وبعد كده الشوكة دي بتكون في اخر حاجة. خلاص انا بتناها اهوت. ولو عايزه تعملي مشروع ابتدي كده بطقمين ملايات، حاولي ان انت تجيبي طقمين ملايات على بعض وتقصيهم وتعملي لجيرانك وحبايبك، وان شاء الله ربنا يرزقك من واسع. طالما طالبه الرزق الحلال والله ربنا ينولك كل اللي في بالك. خلاص كده هبدأ بقى ان انا اعمل بالشوكة. انا بحب شغل الشوكة جدا، خفيف وسهل. انا اولا عملت الخلطات بالراحة خالص، وزي ما قلتلك قبل ما تيجي تخيطي لازم تكوني متمكنة من الشوكة، وقبل ما تيجي برضو بتني التانية وبقوم سحبة الشوكة قبل ما ادوس على الدواس. يا رب يكون انا قدرت اوصل لكم انا قصدي ايه. اولا كل ده بناخده في الدورات. الشوكة بعملها ب3 طرق، بعمل منها الكسرات، بعمل منها الكالونات، بعمل منها كسرة معاكسة للتانية. كل ده بنعلمه في دورة الخياطة. ولو وصلت بالفيديو لحد هنا ما تنسيش تحط لايك وتبعت الفيديو ده لكل حبايبك. وبعد ما عملت الكشكشة بقى انا بقيسها على 2 متر. القماش عندي بيبقى عرضه 240 سنتي، فبشيل من هنا 18 سنتي او 15 سنتي من الجنب ده و15 سنتي من الجنب ده، عشان لما اجي اتنيها تحت المرتبة ما تكلكعش معايا. يعني ما تبدايش الكورنيش من اول الملايه لاخر الملايه، لا لازم تسيبي حوالي 15 سم من الجنب ده وحوالي 15 سم من الجنب ده. ما عنديش مشكله خالص لو انت بداتي الكورنيش من اول الملايه لحد اخرها، ما عنديش مشكله خالص. انا بعمل الكشكشه وما ينفعش ان انا اركبها الا ما اقيسها الاول. لازم تقيسي الكشكشه عشان لما تيجي تركبيها ما تحتاجيش انت كشكشه. خلاص كده وبكده خلصت معايا الكشكشه. هقيسها لكم اهيت. انا عندي بقى المخدتين الصغيرين، هعمل المخدات اللي هي التكيات الصغيرة. قست حوالي 20 سنتي عشان احط الكورنيش البامبي اللي باين عندكم في الصورة دوت. هحط لكم الصورة بتاعته. بعمل 20 سنتي اهوت على حسب ما انت عايزة، بس انا مش عايزاها في نص المخدة، انا عايزاها في التلت اللي هو بيبقى ايه، يعني في تلتين التكاية الصغيرة. خلاص كده التكايه ديت 55 سنتي في 80 سنتي، لان احنا قلنا مقاسات خاصه لها، هي عايزه المخده كبيره شويه. انا بقى حطيت ال4 طبقات فوق بعض واديت لهم فرد عشان يبقى الكشكشه كلها قد بعضها. هوصل الفرد اليمين بالفرد الشمال واقوم حاطه الكشكشه بتاعتي. انا عملت كشكشه برضو البامب دوت فضل معايا حته قماش، قلت بدل ما هديها لو مش هتعرف تعمل بيها ايه، انا هعمل لها كشكشه واحطها لها على المخدات الصغيرة. خلاص كده او الخداديات الصغيرة. عرض الكورنيش دوت كان حوالي 9 سنتي، خدت منه سنتي
ربع في ربع او نص في نص من اللي هو التانية الصغيرة، وخلي تانيتك في الكورنيش صغيرة خالص، عشان لما بتبقى كبيرة بتبقى شكلها مش لطيف خالص. عملت الكورنيش على فكرة، انا وانا بعمل الكورنيش دوت انا عاملاه عكس ما انا هحطه، يعني انا حاطه الوش في الوش، هو لسه هيتنى تانية. ماشي، انا سرفلته، لو انت مش حابه تسرفليه ما تسرفلوش خالص. انا هديله بنطه من فوق، البنطه دي بتظبط الخياطه وبتحسسك ان هو مكوي زي ما انا بعمل كده. شوفي انا خيطته على اتجاه نهو وبخيطه الوقت على الاتجاه نهو، يعني انا كده كده لو انا مش مسرفله ما يهمنيش خالص، لان انا تنيته وبثبت الكسر، بتحسي ان الكسره كلها مكويه. وبكده بقى الملايه خلصت اهي، الكورنيش كله قد بعضه. لو انت لاحظتي الكورنيش كله قد بعضه، الكسرات كلها قد بعضها، مفيش واحدة ازيد من واحدة. دي الملاية، وسبت من هنا قيمة حوالي 15 سنتي اهو، عشان ما يبقوش جايين تحت المرتبة مكلكعين. اولا لازم تنضفيها من الخيط، لازم تنضفي الشغل بتاعك. ونتنتها بالشكل ده من هنا كده تانية عادية خالص. جيت من هنا برضو دي المخدة، هي كانت طالبة المخدة الطويلة، كانت طالباها سادة مش عايزة فيها اي شغل خالص. ودي الرافية بتاعتها اهي اهي، خلي رافيتك مظبوطة وخلي رافيتك سنتي جوه سنتي اهي. انا بقى مرضتش اخيطها واسرفلها، عشان انتوا كنتوا طالبين التجفيف. انا قلتلك في الطقم ده ان انا مش هسرفله خالص، يعني عشان لو انت ما عندكيش سرفله او حاجه وعايزه تبداي مشروع الملايات ده. انا ما عملتش فيها اي حاجه خالص، ما عملتش فيها سرفله، انا تكففتها سنتي جوه سنتي زي ما انت شايفه كده اهي. ماشي، ثواني بس هقلبها وارجع لكم. وبكده بقى انا تنيتها اهو. بصي، يفضل ان انت تني التانية بالشكل ده كده، يعني ما تجيش تقومي قافلاها لي كده وتقومي يعني تتني الاول وبعدين تخيطي من هنا. لا، انا بتني الجنب الطويل دهوت وبعدين بقوم قافله من تحت، عشان لما اجي ادخل الراس بتاع المخده ما تتقطعش مني. ونيجي بقى للشغل بقى اللي بيطلع فيه ابداعاتك كلها، اللي هو وش المخده الصغيره او الخداديه زي ما بتسميها، او التكايه، شوفي انت بتسميها ايه. انا هشيل الملايه على جنب كده عشان تبانلك. ودي زي ما قلتلك دي اللي بيبقى فيها الشغل كله، يعني حاولي ان انت تبقي شغلك كويس لها، يعني ما تعملهاش اي حاجه. زي ما انت شايفه انا اديت لها البنطايه اللي هي الصغيره دي، البنطايه بنط الخياطه ده اهو. شوفي الكسرات هسويها وارجع لكم. انا بقى كده جهزتها لكم اهيت عشان اوريها لكم. شوفي الكورنيش والله انا مكوتوش والله، انا قلت اظبطه كده اهو. الشغل بتاعك لازم يكون نظيف. بدل البنطه دي وفضلت ان انا اعملها بنفس اللون بتاع البامب دوت، هو ده طلبها. محدش يقول لي انت مزوده الكورنيش فيها او انت عاملاه، لا، هو انا كنت عامله لها واحده قبل كده وهي قالت لي انا عايزاها زي اللي انت كنت عاملاها لي، بس اعملي فيها ايه نظام مختلف. فحطت لها الحته البامبي ديت منها تاكل من المخد. اولا ظهر الخداديه دي بامبي زي دي برضو، ده الظهر بتاعها اهو، وده الجيب. خلي شغلك نظيف، خلي القيمه هنا نفس القيمه هنا، نفس القيمه في الجنب التاني، خلي شغلك نظيف. وده الجيب بتاع المخده. ماشي، ودي المخده التانية برضو، هما الاتنين شكل بعض اهو. تمام كده. الكسره مش كاويه ولا اي حاجه، الكسره دي بالشوكه، هبقى اعمل لكم فيديو للشوكه ان شاء الله. خلاص كده اهي، شوفوا الكسره ما شاء الله. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تحط لايك وتشترك في القناه، واشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.